قلم الشحات على وش الشيبي من أسوأ الفيديوهات اللي يمكن شفتها في الساحة الرياضية. الفيديو اللي هتشوفوه دلوقتي طلعت دين امك اقسم بالله عشان انت بتعمله ده، عشان انت قليل الادب. لما الشحات يقول له هطلع دين امك، ولما الشحات يضربه بالقلم، يبقى الشحات اللي بنعتبره قدوه واللي هو يعني علامه الصلاه في راسه، لا دي حاجه انا اسف يعني قله ادب، حاجه لا تحترم في الشحات، حاجه في نجم كبير بحجم الشحات اللي كل جمهور الاهلي بيحبه ومعروف دوره الكبير في مباراه الاهلي الاخيره. لا فين الاخلاق يا عم الشحات؟ ولما اخوك يرفع الجزمه في وش جمهور الاهلي، على فكره انا اهلاوي عفوا، لما اخوك يرفع الجزمه في وش الزملكاويه او جمهور الزمالك، دي حاجه لن يقبلها جمهور الاهلي ولا اداره الاهلي الناس المحترمه. فموقف سيء جدا جدا، لازم تعيد حساباتك يا عم الشحات، لازم تعيد حساباتك. حاجه انا كاهلاوي رافض جدا لسلوكك، ورافض جدا للغرامه العاديه اللي 300,000 جنيه، ولجنه الانضباط اللي خلت وقفتك مباراتين وغرمتك 20,000 جنيه. لا برضو قرار انا كاهلاوي قرار ضعيف جدا، وقرار سيء جدا، وقرار مش في محله خالص. انا شايف العقوبه تبقى اشد. لازم الشخص الخلوق المحترم اللي علامه الصلاه في راسه، اللي المفروض كلنا بنحترمه، ما يطلعش منه سلوك زي ده. انت يعني انا ايه اللي ممكن انتظره من لاعب يضرب زميله بالقلم ايا كان تصرفه؟ تضربه بالقلم؟ لا يعني مش عارف. انا كاهلاوي بصراحه كل ما اشوف الفيديو بتاع حسين الشحات يعني بصراحه يحصل لي اشمئزاز. لازم يبقى موقف شديد ويطلع يعتذر بقوه ويتغير سلوكيا. لا انا كاهلاوي رافض، انا كاهلاوي رافض خالص اللي انت عملته. لا ما احنا من نادي المبادئ، ما ينفعش يحصل